السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيه كلشي مزيان؟ مبروك عواشركم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هنا كما كتشوفوا جبت معايا المعسلات ديال رمضان، الاستعدادات ديال رمضان. جبت لكم هنايا واحد نوع ديال المعسلات، المهم مقروط بواحد الشكل اللي تنظن انه تيخرج كميه وفيره وبمكونات المهم ما غالياش بزاف في ظل هاد الغلاء ديال الاسعار اللي كاين دابا. ولكن خلاص برمضان راه ضروري تصيب شي حاجه، ما يمكنش تكون الاسره ويكونوا وليدات ويكون سميتو ما تصيبش. المهم هنا كما كتشوفوا عندي جوج سلايف ديال سميتو ديال السميده رقيقه. تندير جوج سلايف ديال السميده رقيقه و ها نتوما كتشوفوا. ماشي هاد الزلافاني، تقدر دير اي عبار درتي ديال السلافه تقدر ديرو في الزبده. الزبده مذوبه بطبيعه الحال. انا عندي الزبده ديال العبار، وهنا صافي راني كنجيب هنايا الزبده ذوبتها وغليتها مزيان. ها نتوما شفتوا الحليب ولا كشكوشه، صافي راه كنصفيها، ضروري تصفيها باش يتحيد داك الحليب. ولا هبط لكم الحليب بزاف راه تقدروا تحيدوه بالمعلقه. وملي تنصفيها كما كتشوفوا راه عندي هنا 4 ديال الزبده. غنزيد هانتوما غتشوفوا راه الجبانيه راه ما كاملاش عندي، ما عمرش عندي. غنجيب زيت المائده، نتوما غتشوفوا غنخويها كتكمل زلافه بهذيك زيت المائده، ضروري باش يلا تقد تجيك مع دوك جوج سلايف ديال السميده رقيقه. حكا بغيت نقول لكم، راه بالنسبه للسميده رقيقه راه درت نص جبانيه رقيقه وجبانيه مويه، ضروري باش ما تبقاش لكم السميده ديالكم باش تكون مسمده وما تعجنش. تكون هذيك الرقيقه كتكور، اما بالنسبه للاخرى كتبقى شويه سميتها مسمده. هانتوما كما كتشوفوا ضروري خصني نحركها في ديك الزبده ولبس بها الحبيبات ديال السميده ديالنا. وهانتوما معايا تنسالي ان شاء الله. وهنا صافي راني تنكون لبست كاع السميده ديالنا بالزبده مزيان مزيان. صافي وخصني نغطيها وتنخليها ليله كامله، ضروري ليله كامله. صافي دابا هاد المقطع ثاني راه تلغت ليه، غطيتها وخليتها ليله كامله. وهنا راني جبت 350 غرام ديال سميتو ديال عجين التمر، وعندي كاس ديال اللوز مهرمش، عندي كاس لاروب ديال السنجلان مهرمش، وعندي معلقه ديال الزبده. بالنسبه لسميتو العجين التمر، اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها، كاين اللي كيبغي يدير بيستاش، كاين اللي كيبغي يدير الكركاع، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. ولكن المهم في المكسرات. وهنا هانتوما كما كتشوفوا راه كندير واحد 3 ديال المعالق ديال ماء الزهر وصافي، وكنعجنها مزيان. ما بانش بزاف، ولكن المهم انا تنخلطها مزيان. كتكون قاصحه شويه في الاول ومع الوقت كتبقى تطلق. وهنايا راه خدات معايا وقت حتى خلطت المكونات. هانتوما كما كتشوفوا راه رجعت عجينه. اما بالنسبه للسميده ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا القوام ديال العجينه ديالنا ديال التمر، دخلت فيها دوك المكونات اللي قلت لكم: القرفه، الزبده، ماء الزهر، الزنجلان، اللوز، وعجينه التمر. وهنا كنمشيو للسميده ديالنا. نتوما كما كتشوفوا القوام ديالها كيف داير. بالنسبه لسميتو لهاد الجبانيه، هي اللي غندير ديال فيها نص جبانيه ديال الماء الزهر، وكملت الباقي بالماء. وهنا عندي هاد القريصه ديال الملحه، ضروري باش تكون شويه ملحه. وعندي هاد الكميشه ديال السنيده، درتها على قبل باش تحمر لينا سميتو باش تحمر لينا العجينه في الاخر ملي نكونوا تنطيبوا. لكن نقليوها في الزيت راه ماشي مشكل، ولكن الا انا غنطيبها في الفران، ضروري من شويه ديال السنيده باش تحمر لينا.
ايوا بالنسبه لسميتو راه العجينه ديال التمر راه حلوه، غير قلنا زعما على قبل التحمار. المهم هذه طريقه زوينه نيت باش نيت ما بقاوش نخدموا حتى بالزيت بزاف. اولا القليمه مزيان، ثانيا الزيت ولات غاليه بزاف، وهاد الطريقه ديال الفران حتى هي مزيانه. ايوا هانتوما كما كتشوفوا غير بشويه باش ما نبقاش نعجنها بزاف. هانتوما كتشوفوا غير كنجمعها بيدي، حيت الا بقيت كنعجنها السميده غتولي لينا بحال العجين بحال الدقيق وما غاديش تجي زوينه. راه نيت هادشي علاش وصيت على سميتو تكون نص مويه ونص سميده رقيقه. المهم كما كنشوفوا الناس الكبار كيصايبوها، ونشوفوا الاخوات، ونشوفوا سميتو هذه هي الطريقه اللي تعلمنا من عندهم، وهذا ما كان. صافي هانتوما كتشوفوا القوام ديالها، راه واخا كتبان لكم بحال معجنه راه مسمده. وهنا صافي تنبدا نوجد وخاص بالخف باش سميتو السميده ديالنا ما تشربش وترجع لينا ناشفه. هانتوما كما كتشوفوا كندير هاد الكويرات ديال عجينه التمر، وكنوجد كويرات كبر منهم بشويه من السميده ديالنا. وبالنسبه للقالب راه تقدروا ديروا اي شكل بغيتو، انا اختاريت هاد الشكل هذا. المهم تقدروا ديروا اي شكل بغيتو، تقدروا ديروا عشوائي عادي، عباره عن قطبان وتقطعوهم تكون كل حشو في الداخل. المهم كل واحد يدير اللي عجبو. وهنا كندورهم في السميده رقيقه ضروري، وحتى القالب ديالنا خصو ضروري تكون فيه السميده رقيقه باش ما تلصقش لينا. صافي هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل. صافي وكنبقى كل مره تنكور واحد مثلا واحد الكميه لا باس بها، بحال شي قلتي شي 20 قطعه كوير، 20 كويره، ونوجدهم ونصيبهم ونوجد الاخرى وندوزهم كاملين في السميده ونديرهم دغيا دغيا حتى كنديرهم في لاطع نبدا تاني نصيب. وبالنسبه للبنات اللي الا كانت يدك خفيفه ثقيله في سميتو في التصياب، ولقيتي ان السميده رجعت لك ناشفه، راه تقدري تزيدي واحد نص كاس ديال الماء ولا ربيع غير شوي كيك. الا كانت ناشفه لك بزاف، حيت انا في الاخر راه صافي زدت واحد شويه ديال الماء، حيت صافي في الاخر حسيت بها نشفات. وصافي هانتوما معنا ملي غنديرهم في اللاطه راه غندخلهم للفران مشعول من الفوق ومن التحت، والمده ما تفوتش 25 حتى 30 دقيقه. وهنا صافي راني خرجت المقروط ديالي من الفران، وعندي هنا عسل بارده. المهم عسل بارده وجاريه شويه. كنخرج المقروط ديالي سخون وتنديرو في العسل ديريكت وكنغطسو مزيان. صافي وكنخليه واحد 5 دقائق كل لاطه كنخرجها، كنخليها تاخد وقتها على ما تخرج اللاطه الاخرى، وكنخليه يسقطر في شي صفايه ولا شي حاجه. ها نتوما كما كتشوفوا كنغطسو مزيان مزيان، وتنخليه حتى كنساليه كامل، وكنعاود نردو تاني كامل العسل، يعني راه 2 مرات، حيت السميده كتشرب هذاك العسل الاول كنزيدو الثاني باش يلا تجي النتيجه هي هذيك مزيانه.